في يوم من الأيام كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي مع مراته السيدة صفية، وكانوا ماشيين بالليل. فلقى 2 من الأنصار بيبصوا لهم كده، اللي هم مش عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مع مين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: تعاليا فإنها صفية. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج يبرر؟ لا خالص، بس هو خايف لحسن يبتدوا يفكروا او يشكوا في حاجة، او الشيطان يرمي في نفوسهم تفكير مش صح. وهنا زي ما بتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، بتمنى لاي حد يقدر يفسر لحد حاجه ممكن دماغه تسوحه فيها او دماغه تاخده وتوديه فيها. لو انت تقدر تفسر حاجه ممكن اللي قدامك يفهمك فيها غلط، اعمل ده ساعات بيكون منتهى القوه. انا ما بقولش انك دايما تحط نفسك في موضع دفاع عن النفس وانك بتبرر حتى تصرفاتك العاديه، ولكن في امور كل واحد كده بيبقى عنده جهاز كده انذار بيعرفه ان الموقف ده ممكن صاحبتي تفهمه غلط، بابايا يفهمه غلط، فهو لازم يفسره علشان يريح نفسية اللي قدامه. ربنا يجعلنا ناس واضحة صريحة ما بتسيبش حبايبها لدماغهم تسوحهم.